لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. عمتي حبيبتي يا عمتي. حبيبتك منين وانت سايبني مرميه في المنصوره لوحدي؟ اوعى كده من وشي. اتفضلي اتفضلي خشي. انت هتفضل مشحططني وراك كده لامتى؟ ربنا يخليكي ليا يا رب يا ساتر. اتفضل يا عم الشيخ، اتفضلوا يا رجاله. مين دول يا عمتي؟ ده الشيخ برهان ورجالته. ايوه الشيخ برهان ورجالته جايين يعملوا ايه يعني في شقتي؟ بص يا كرم اقول لك ايه. ايه هم الناس دول خاطفينك ولا ايه؟ لا يخطفوا مين؟ ده انا اخطف 10 زيهم. ايوه امال بتوطي صوتك ليه؟ فين الواد اللي قاعد معاك؟ واد مين؟ انت مش قلت لي ان في واحد قاعد معاك في الشقه؟ او تلاقيه متلقح في اي مكان هنا ولا هنا. وانت بقى سايبه يبرطع في الشقه كده براحته؟ يا عمتي بقى انا اقول لك في واحد معايا في الشقه تقوم انت تروحي تجيبي لي شله. مين الناس دول يا عمتي؟ الشيخ برهان اللي هيصرف الجدع اللي متشعلق في ودنك. ايوه بس ده من ساعه ما دخل وهو باصص في السقف. انا خايف يصرف النجفه. سيب الراجل يشوف شغله، هو فاهم بيعمل ايه. من كل انت بقول لكم ايه؟ البيت ده مسكون. ايوه يا عم الشيخ ما انا عارف انه مسكون، انا ساكن فيه من زمان. استر يا رب، هو ده اللي انا كنت خايفه منه. هو بيدور عليه يا يا عمتي. واد سيبني في حالي، انا جدتي متلبشه. بقول لكم ايه؟ في حد من دمكم مات مقتول. هنبدا بقى نهلفط اهو بقى في الكلام اهو. احنا ما عندناش الكلام ده يا باشمهندس شيخ. لا لا لا، جدك الله يرحمه ماله؟ مات مقتول. مات ايه؟ مقتول. امشي اطلع بره يا عمتي بالمفاجآت دي يا عمتي. يلا يا عمتي يلا يا عمتي وانا ناقص نصايب. اطلع من النسخ، اطلع من ضفره الصغير. الراجل ده عايز يطلع على اي حته، فشوف انت هتطلعيه فين. اطلع على الساحل. صباح الخير يا هالة، أنا صحيتك ولا إيه؟ في حاجة يا نيلي؟ كنت عايزة أعرف ميعاد البروفا إمتى؟ لا النهاردة أوف. طب وأنا مين هيخنقني النهاردة؟ لو فضيت هعدي عليك أخنقك. يلا باي. سلام. اهدى بس يا كرم. اهدى ازاي يا عمتي؟ اهدى ازاي؟ انت بتفاجئني كل شويه. الله، مخبيه عليا السنين دي كلها ان جدي اتقتل. يعني لو كنت قلت لك كنت هتعمل ايه؟ معرفش، بس هو السؤال الاهم دلوقتي جدي اتقتل واتدفن فين بقى؟ في المنصوره صح ولا هنا؟ لا في المنصوره صح. طيب ايه بقى اللي يخليه يضرب المشوار ده كل يوم ويجي يخوفني يقول لي عو ويمشي؟ اصله كان بيتعلق بيك قوي، ما انت اول حفيد في العيله. يعني هي غلطتي ان انا اول حفيد؟ ما يروح يقعد مع ودن اي حد تاني يا عمتي، يقعد مع ابنك في كندا. مشوار عليه برضه. مشوار عليه ولا على العفريت؟ لا يعني على العفريت، ده راجل كبير في السن. هو الجدع ده عمال بيلف في الصاله ليه؟ انا عايز افهم، هو جاي يصرف جدي ولا جاي يشتري الشقه؟ الشيخ برهان ده راجل بركه. بقول لك انت من المنصوره؟ ايوه. طب يا ريت تاخد جدي في ايدك وتتكل على الله وفهمه ان الحكايه كلها 27 يوم وهتدفن جنبه. يعني انت عاوز تصرفه؟ ايوه، ولو ما اتصرفش انا هقتله كده. طب تعالى اقف هنا. انت هتصرفني انا ولا ايه؟ بقول لك تصرفه هو نحمده. ايوه. اسمع الكلام يا كرم، خلينا نخلص. دقوا يا رجاله. اي انا زهقت يا عماد، كل يوم بصحى في ميعاد الشغل واجي اقعد على القهوه هنا لحد ميعاد الانصراف. ما انا باجي اتلقح جنبك، كلنا في الهوا سوا. طب ما انا مخبي على رشا ان البنك اداني اجازه اجباريه، انت مخبي على مين؟ انا مش عايز اقعد في البيت ليل نهار، نهى ممكن تتخنق مني. تفتكر بقى الكارثه دي ليها حل ولا اخرتها هننفجر؟ ناقص 27 يوم بس يا عماد، انا تعبان جدا. نيل عليك، خايف. اهدى كلام في سرك. انا سمعت من مصادر موثوق فيها كمان يومين هيضربوا النيزك بصاروخ نووي. بجد؟ ما هو ده الكلام اللي انا بسمعه بقالي اكتر من يومين في الاخبار يا عماد. ايه ده والله؟ بس انا عارفه، انا من بدري وانا عارفه، بس ما بحبش اصيح. اوه، ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ قلبت وشك كده ليه؟ الاستاذ توفيق داخل على القهوه. ده داخل علينا احنا؟ الراجل ده انا ما بحبوش، بيوترني قوي. تعال نجري، اجري. كرم فوق يا كرم. فوق. أيوة. مين جدي؟ جدك مين يا ولا؟ انا عمتك. امال فين الشيخ برهامات؟ برهامات خد رجالته ومشي.
المهم خد جدي معاه. والله علمك. ما هوش معقول، مش معقول بعد المخمضه اللي اتمخمضتها دي مع الشيخ برهان بتاعك ده ورجالته يكون لسه قاعد. طب ما تشقر عليه كده في ودانك. اشقر ايه؟ هي عشت فراخ هروح اشقر عليها يا عمتي؟ هي ناقصه يا عمتي. طب ايه يعني هتفضل مرمي على الارض كده؟ مش عارف اهو، حاسس بس ان ريقي ناشف كده وعنايا مزلغله. بقولك ايه، اعمل لك فخدة خروف كده في السريع تسند بيها طولك. فخدة خروف؟ ايه فخدة خروف على الصبح دي؟ لو سمحتي خليني اعدي يا عمتي، خليني اعدي عشان خليني اعدي، عايز اخش عايز اعمل سلام. عمتي انت بتسقطي وانت قاعده يا عمتي. يا اخويا ما انت غبت في المطبخ. عمتي عملت لك كاب كيك عشان تصحصحي معايا. منها لله سعاد فقريه زي امها، مش كان زمانها متهنيه باكلك الحلو ده؟ ماكش تنفجر وهي قاعده. يلا بقى، هي غارت في 60 داهيه، المركب اللي تنيل. قول لي بقى، اخبار كوثر دي مع ايه؟ هي بصراحه اخبار مش قد كده. هو انت كله اخبارك تقرف كده؟ مفيش مره تفرحني؟ يعني هو بمزاجي يا عمتي. المهم قابلت فريده؟ ايوه بس للاسف مش فاكراني، وكل ما اقول لها انا كرم تقول لي ايش تريد. يعني ايه الكلام ده؟ ما اعرفش، هي تقريبا بقت زي ما قلت لك قبل كده مدبلجه او نازل عليها ترجمه ليبي. ما يمكن مش هي. وانا تايه عن فريده، دول 10 سنين حب يا عمتي، صورتها ما فرقتش دماغي. يعني شكلها ما اتغيرش خالص؟ يعني بصي، هي طولت شويه يعني. دي كانت قزعه ومش باينه من الارض. لا دلوقتي ما شاء الله ايه، طول بعرض، ده اطول مني بيجي بنص متر. يا واد انا عايزه مصلحتك، يعني دي تمشي معاها في الشارع ازاي دي؟ هيقولوا عليك ايه؟ يقولوا عليك انت قزعه. هيقولوا عليها انا قزعه؟ طب وليه ما يقولوش عليها هي طويله؟ يا ريت الحكايه بس تخلص على كده او هي واقفه على كده. فاكره شعرها يا عم؟ ايوه كان اكرت ولونه بني، دلوقتي بقى ايه؟ اسود سواد الليل، سواد الليل وصل لحد كعب رجليها. هي كل حاجه فيها اتغيرت ولا ايه؟ ما انا مستغرب. دي اكيد واحده قريبتها وفيها شبه منها. بصي انا هجيب لك ايه اخر حاجه. انا طول عمري معلم فريده بالحسنه اللي في وشها، والحسنه موجوده الا اذا ما كانتش دي لسعه سيجاره مثلا من حد. اي نعم هي كانت خدها اليمين ودلوقتي بقت في الشمال، بس مش مشكله اهو، اي لسعه في الوش. طب وكوثر دمعه طولت هي كمان؟ وانا لحقت اشوفها. فريده دخلت تنده لها، فجاه ظهر عيل رزل قفل الباب في وشي. تفتكر الواد ده ممكن يكون مين؟ هيكون مين يعني؟ اكيد ابن فريده. يعني فريده اتجوزت وخلفت خلاص؟ معقول؟ امال يعني كانت هتقعد كل ده من غير جواز بشعرها الطويل ده؟ طب وبعدين يا عمتي؟ هعمل ايه؟ ده 27 يوم، مفيش لحظه كده هفرحها في ال 27 يوم دول. ما يمكن الفرحه بين ايديك وانت مش شايفها. ما انا قاعد قدامك اهو وايديا فاضيه. طب قوم شوف مين بيخبط، يمكن الفرحه جايه لك لحد باب بيتك. تفتكري؟ ما اعتقدش. نعم، عايز ايه يا عم متولي؟ الانسه نيلي بتقول لك الحمام بتاعك بينقط على الحمام بتاعها. وهي طول انه الانسه نني دي ان حمام ينقط عليها؟ ايوه كمان هي اشتكت للاستاذ توفيق وهو قال لها سباكه العماره مش من اختصاصي. وكمان بتشتكيني؟ طب قول لها بقى ما عنديش حمام اصلا، واقول لك على حاجه، انا هفتح المايه كمان وهخليها تنقط ازيد. اللي تشوفه حضرتك يا استاذ كرم يا ابو الكرم. ما تيجي نقعد في التكييف جوه يا عمتي؟ لا انا عايزه اقعد في الشمس شويه. الله، هي الشجره اللي هاجمه عليك دي بتاعت مين؟ بتاعت الفيلسوفه نيلي البجعه اللي ساكنه تحت. بنت رخمه، الحمامي بينقط على حمامها. يا سلام، ما ينقط براحته. على فكره دي شجره مانجا بس محتاجه مراعيه. هي عارفه تراعي نفسها اصلا لما تراعي الشجره. انت يا اللي اسمك كرم، عايزه ايه يا اللي اسمك نيلي؟ لو سمحت بقى هات سباك يصلح حمامك. صلح حمام ازاي؟ مش هجيب سباكين، انا اصلا في الحمام وانا بكلمك. الحمام؟ ايوه بقول لك ايه، السباك لو ما جاش دلوقتي حالا هكسر عربيتي. تكسري عربيتي؟ انت تكسري عربيتي؟ انا لا والنبي اول موت. طيب ماشي، خفت انا بقى ورجلها بتخبط في اللي جنبينا. لذيذ قوي، انا بقول لك اهو، انا مجنون واعمل اي حاجه. طب اعمليها كده انزلي بقى يا حبيبي. والله لو نزلت لك هنزل انط على رقبه نافوخك اكسرها لك، انا اولع فيكي. ماشي. بصي هولع في بوسينه دي بعود كبريت من فوق من عندي. ماشي يا حبيبي، وحياة ربنا لا اكسر لك العربيه. حياة امك اكسر لك دماغك.